مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى ورقه لحمه سريعه بطريقه سهله وبسيطه من غير تتبيل كتير، والطعم بجد خطير، واللحمه مستويه ودايبه جدا، والخضار مستوي كويس ومحافظ على شكله، مش مهري ولا معجن، وبجد الطريقه حلوه جدا، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. وكمان لو مستعجله ما عندكيش وقت تقفي في المطبخ، هتحطي ورقه اللحمه في الفرن وهتسيبيها تستوي مع نفسها ومن غير بقى اي مجهود ولا واقفه في المطبخ كتير، وبجد هتطلع معاكي تحفه وطعمها يجنن، وبتبقى شيك وحلوه قوي في العزومات. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هبدا بيها هي الخضار، بقطعه لقطع كبيره زي ما انتوا شايفين علشان يفضل محافظ على شكله وما يتهريش مني. عندي بطاطس وكمان بصل، وكمان عندي طماطم وقرون فلفل، وعندي فصوص من الثوم، وطبعا نقدر نضيف اي نوع خضار تاني احنا حابينه. بجيب بقى صينيه عندي، ببدا اغلفها بالفويل الالومنيا بالشكل ده، وبعدين بحط عليها طبقه من ورقه الزبده، وبعدين هحط بقى الخضار كله زي ما انتوا شايفين كده. ودي طبعا اللحمه بقطعها لقطع زي ما انا عايزه، بقى حجم كبير حجم متوسط زي ما تحبي. وبعدين هضيف بقى هنا ملح وفلفل وكمان كزبره وشويه من الكمون بسيط جدا وكام ورقه من اللورا، وبعدين بحط كده معلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من الخل. بس هي دي بس التتبيله. انا عايزه طعم اللحمه يكون ظاهر معايا، مش عايزه احط توابل كتير تضيع لي طعم اللحمه. قلبت بقى كل ده مع بعضه كويس لحد ما التوابل كلها اتوزعت بشكل كويس جدا، وبعدين ظبطت شكلها كده وبدأت اقفل عليها بالورق الزبدة، وبعدين بقفل بورق الفويل من كل اتجاه، وبعدين بحط ورقة من فوق تانية كده علشان اكتم البخار واللحمة تستوي معايا كويس جدا وما تاخدش وقت كبير معايا في الفرن. وبس يا جماعة مفيش اسهل من كده بقى، يعني حطيناها بقى على طول في الفرن. اول نص ساعة بتبقى على نار عالية، بتبقى الرف اللي تحت خالص، وبعدين بعد نص ساعة بهدي النار وبسيبها بقى على الشبكة لمدة ساعة ونص. وبعد الساعة ونص بتطلع معايا بقى زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ كده افتح عليها بالراحة، طبعا نخلي بالنا كويس جدا عشان بيبقى البخار مكتوم. بس هي بقى كانت هنا هديت شوية طبعا، يعني ما بفتحهاش على طول، بسيبها تهدى شوية علشان ما تلسعش كده وانا بفتحها. وده بيبقى شكلها زي ما انتوا شايفين. وطبعا الفلفل ده كان فلفل حار، لو مش بتحبوا الفلفل الحار يعني تقدروا تضيفوا فلفل بارد زي ما انتوا حابين. اهم حاجه طبعا بس بنوزع الخضار كويس جدا، يعني بنخلي شويه كده من الثوم على الوش وكم واحده من البصل وكم واحده من الفلفل علشان كله ياخد من طعم بعضه كده. بس بسيب طبعا اللحمه كده على الوش برضو، يعني الخضار بقى بياخد من البهريز اللي بتنزل من اللحمه دي وبيكمل سوا. طبعا ما بنضيفش ميه ولا اي حاجه. شايفين بقى هنا البطاطس طالعه مستويه معايا ازاي، والفلفل والبصل بجد طعمها حلو جدا، يعني محافظ على شكله. حتى الثوم نفسه مش مهري، محافظ على شكله، واللحمه مستويه جدا زي ما انتوا شايفين. وزي ما شفتم ما خدتش 10 دقايق وقفه في المطبخ عقبال بس ما قطعنا اللحمه وقطعنا الخضار، حطيناها في الفرن تستوي مع نفسها. يعني لو مشغوله طول اليوم ما عندكيش وقت تقفي في المطبخ، او لو عندك عزومه وعايزه تعملي وصفه حلوه وسريعه، بجد الوصفه دي حلوه جدا ومش محتاجه خطوات كتير. وبس خلاص كده عملنا احلى ورقه لحمه بجد لذيذه جدا. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وكتروا الشير، واشوفكم على خير.